عشان العريسة اللي جايبهولك أم صباح جارتنا. فبتقول لها يا ستي أنا ما بفكرش في الجواز ده. فبتقول لها طب عشان خاطري. فشياو بتوافق، لكن بتقول لها إن المرة دي آخر مرة هتعمل فيها الموضوع ده. وبيوصل لين والمساعد بتاعه عند بيت شياو، وكل العيلة بتكون في استقباله، وبيستأذنهم إنه يتكلم مع شياو لوحدهم. فبيرحبوا جدا وبيسيبوهم مع بعض. وبيكون لين مقرر إن هو يطفش شياو، وبيقول لها بصي بقى، أنا ما عنديش حاجة اسمها فترة تعارف، الجواز آخر الأسبوع ده. وخدي بالك أنا مراتي لازم تكون ست بيت، تكنس وتمسح وتطبخ وتربي العيال. فشياو بتنفعل من كلامه وبتقوله أنت مين قالك أصلا إن أنا هوافق عليك؟ والعيلة كلها بيبقى نفسها تعرف هما بيقولوا ايه. وفي اللحظة دي بيجي العريس الحقيقي، وبنعرف انهم اتلخبطوا وفكروا لين هو العريس اللي جايباه من صباح جارتهم. ولما شياو بتعرف بتقرر تنتقم منه، وبتاخده على الاسم وبتقول لهم ده نصاب وعامل نفسه واحد تاني. ولين بيدافع عن